بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير أحد فحسبك الله، في كل لك الله. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين. دخل رجل أيها السادة على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم أدركني. فرد عليه نبينا: وما ذاك؟ فقال: يا أبا القاسم، لقد أصبت حدا من حدود الله تعالى. فقال له نبي الله: وما ذاك؟ وما الحد الذي أصبته في جنب الله؟ فقال: يا رسول الله، قد قبلت امرأة لا تحل لي. لقد قبلت امرأة لا تحل لي. فقال له نبي الله: يا عبد الله، أشهدت معنا الصلاة؟ قال: أجل يا رسول الله، توضأت بعدها وصليت معك. فما قال النبي، ما نبت النبي بكلمة حتى نزل أمين السماء جبريل على أمين الأرض محمد بقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي وحدي هذا أم لأمتك؟ فقال له النبي: لقد ضيقت واسعا. بذكره تطمئن القلوب، بذكره تطمئن القلوب، وبرحمته تغفر الذنوب، وبكرمه تستر العيوب، وبقدرته تفرج الكروب. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا ومحبوبنا محمدا رسول الله. جاءته المرأة فقالت: يا رسول الله، لقد زنيت وأنا الآن حبلى من الزنا، فأقم علي حد الله. فأعرض عنها رسول الله، فجاءته في الناحية الأخرى
الثامنة بوجهه واستدار عليه الصلاة والسلام، فقالت له للمرة الثالثة: يا رسول الله، أقسم أني حبلى من الزنا فأقم علي حد الله. فنادى رسول الله على وليها وقال: يا وليها اذهب بها، فحينما تضع وليها ائتي بها. وبالفعل وضعت أمة الله وليدها بسلام، وعادت إلى نبي السلام والإسلام محمد، وقالت له: يا رسول الله، ها أنا ذا. فشدت وحفر لها حفرة ثم رميت بالحجارة حتى صارت نفسها لله. ثم أتدرون ماذا فعل أبو القاسم؟ فعل أن صلى عليها، فتعجب عمر بن الخطاب الشديد في الحق، قال: يا نبي الله، أتصلي على الزانية؟ فرد عليه رسول الله وقال له: يا عمر، ويم الله والذي نفس محمد بيده، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يا عمر، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يا عمر، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يا عمر، وأنا أقول لك على هذا المنبر: إن لله عبادا فطناء طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. سيدي أبا القاسم، أبا الزهراء، يا سيد الورى، يا خير الورى، والله وبالله وتالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم ولا ناحت على الأيدي الحمائم. أما بعد، بالمدرسة الأنبياء والمرسلين والصالحين للأخلاق، ومع الدرس 40 بعد 100 الأولى، وعلى هذا المنبر من قول رب العالمين حينما قال من سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اسمعوا أيها السادة: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحج يهدم ما كان قبله، وإن العمرة تهدم ما كانت قبلها، وإن الهجرة تهدم ما كانت قبلها، وإن الإسلام يهدم ما كان قبله. التوبة واجبة، التوبة واجبة من الذنوب تنقسم إلى قسمين، والبحث على هذه الدقائق: توبة
إن كان الذنب بينك وبين ربك فعليك بثلاث أمور: أحدها أن تقلع عن المعصية، وثانيها أن تندم على المعصية، وثالثها أن تعزم ألا تعود إليها. فإن كان الذنب بيني وبينك فعليك بالرابع أن ترد المظلمة إلى أهلها. أيها السادة الأعزاء، اسمحوا لي على هذه العجالة التوبة. اسمعوا ماذا يقولون في التوبة. تحضرني قصة عالم من الزهاد العالمين، إنه مالك بن دينار. يقولون أن مالك بن دينار كان في بداية عمره عربيدا، كان رجلا غير مستقيم، فتزوج هذا الرجل، في آخر عمره فأنجب بنتا، فرزقه الله بنتا، ففرح بها على كبره، وفرح بالبنت كل يوم معها، أعطاها من الدنيا ما لم تعط الدنيا له. وفي يوم من الأيام دخل هذا الرجل وكان صاحب لحية جدة، فدخل وكان مبللا على لحيته بعض الخمر، فلما دخل كان يظن أن البنت قد نامت، فإذا بالبنت مستيقظة. فلما دخلت ذهبت إلى أبيها تجري، فرفع البنت إلى قبره، فبدأت البنت تلعب باللحية وتفعل هكذا، فوجدت قطرات الخمر على اللحية، فقالت له: يا أبتي ما هذا؟ فاستحى الرجل منها، فلم يستطع أن يقول لابنته هذا خمر، فقال لها هذا ماء. فقالت له البنية: يا أبتي إني أشم فيك رائحة. فقال لها كذا وكذا. فلما نامت وبعد أيام قضى الله قضاء، أيها الموحدون، قضى الله تعالى على البنت أن تموت، وماتت البنت وعمرها 6 سنوات. بكى بكاء شديدا، وحزن الشيخ حزنا كبدا، وبدأ لا يخرج من بيته، ورجل كبير وقد رزق بقرة العين في يوم من الأيام يقول إمامنا وشيخنا: نمت قبل الفجر فإذا بالمنام أرى هذه الرؤيا. قال: لما دخلت أنا وكانت لحيتي مبللة بالخمر الرؤيا، فإذا بالبنت تستقبلني، فبدأت بيدها تلعب باللحية، وقالت لي: يا أبتي ما هذا؟ فسكت بالرؤيا، ثم قالت لي: يا أبتي ألا قرأت قول الله تعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يان، ألم يحسن أن تتوب؟ قرأت له قول الله تعالى من سورة الحديد ب6 سنوات. قالت لي: أما قرأت قول الله تعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقال: قمت مستيقظا من هذه الرؤيا وقلت: ربما أراد الله بي خيرا، فاغتسلت من ليلتي وخرجت أريد أن أصلي في الجامع. فلما دخل إلى المسجد لكي يصلي الفجر، أتدرون ماذا قرأ الإمام؟ فالركعة الأولى من صلاة الفجر بعدما قال: ولا الضالين، قالت الأمة من بعده آمين، فقرأ قول الله تعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لله. أتدرون من كان الإمام؟ هو الإمام الشافعي الإدريسي. نعم، وتقدم الشيخ إليه
وتاب توبة نصوحة بعد 10 سنوات صار إماما عند أهل السنة والجماعة. أيها السادة الأعزاء، التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم. يا رب إن ذنوبي في الورى قد كثرت وليس لي عمل بالحشر ينجيني. يا رب البرية جئتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. لف الحمام على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني. يا من إذا قلت يا مولاي لباني. أنت ستذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني. أيها السادة، أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب ذات يوم يمشي في طرقات المدينة المنورة فإذا به يلتقي مع بعض أصحابه وخلانه من المسلمين فقال لهم على ما كنتم تتحدثون؟ وقالوا له يا أمير المؤمنين كنا نتذكر أيام الجاهلية. فضحك أمير المؤمنين وقال لهم إن كنتم قد تذكرتم أيام جاهليتنا فإني أقولها لكم صراحة أنا أكثر منكم حسنات يوم القيامة. قال يا أمير المؤمنين كيف أنت أكثر الحسنات؟ قال لهم أما قرأتم قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وأنا كنت أكثركم سيئات بالجاهلية. أيها السادة، التوبة لا تحتاج إلى وقت ولا إلى مكان. إن القلوب متصلة بمولاها فمن كرم الله تعالى أن يهيئ لك الأسباب لتعود إليه. وأنا من هناك من المدينة المنورة أعود بحضراتكم إلى هنا وما أدراك ما هنا. هنا نافلة عظيمة كبيرة مطلعة على مدرسة النبي محمد. أتدرون ماذا كتبنا على بابها؟ حقيقتي وحقيقتكم كل ابن آدم خطاء. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
وحياكم الرحمن الرحيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وأستغل الفرصة نرفع أيدينا إلى الله نلهج له بالدعاء. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف كل مريض وعافي كل صحيح وارحم كل ميت. اللهم كن لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لإخواننا المسلمين في القدس الأثير والعراق الجريح وفي الشام ودمشق وفي كل مصر وقطر. اللهم آمين آمين. اللهم آمين آمين. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يسكت الشعر حينما القرآن معجزات وحكمة وبيان ينطق الكون والملائك حتى مجلسا قد أضل